السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه سنه سعيده بكل ما كتمنوا ان شاء الله وتحققوا كاع اللي بغيتوا يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم اول تجربه ليا بالشوربه الصينيه، لا سوب شينواز كيف كنقولوا. مهم المذاق ديالها زوين بزاف، نتمنى انكم تجربوها. الطريقه ديالها صراحه سهله، غير هو ما ديروش بحالي حيت انا كثرت من الشعريه الصينيه، وكثرت حتى من الشامبينيون الاسود. مهم ما نزيدش نطول عليكم ونخليكم مع الطريقه. اول حاجه غادي نحتاجوا الشعريه الصينيه والفطر الاسود. غادي نرقدوهم في المطايب باش هكذا كيطلقوا، غير هو ما ديروش كميه كبيره. انا صراحه درت كميه كبيره واش تطلي، يعني راك ما عارفين داكشي كيتنفخ وكيتضاعف الحجم ديالو. من بعد هنا كناخذوا واحد الطنجره كنديروا فيها معلقه كبيره ديال الزبده، هكذا كتجي حسن. كنديروا الزبده وكنضيف عليها هنايا غادي نضيف عليها بصله اللي كتكون هكا مقطعه قطع صغيره، نخليوها حتى تنزل. وكنضيف عليها كذلك شويه ديال خيزو محكوك. المهم راه الكميه كتبقى على حسب عدد الاشخاص. كنخلي هادشي كامل كيتشحر مع بعضياتو حتى كينزل مزيان. من بعد هنايا غادي نضيف الكروفيت. تقدروا تضيفوا اي حوت عندكم، يعني كروفيت او الكالامار على حسب باش متوفر عندكم في البيت. وهنا ضفت الفطر المعلب. الا كان عندكم طري من الافضل كيعطي المذاق احسن، انا ما كانش متوفر عندي فقضيت بهذا. صافي غادي نخلي هاد العناصر يتشحروا مع بعضياتهم. هنا غادي نبدا نضيف العطريه، غادي نضيف الملحه، البزار، سكينجبير، واحد دامه ديال الكنور ديال الحوت. غادي نضيف شويه ديال الصوص الصوجا، ما تكثروش منها عاود على حسب الملحه راكم عارفين، حيت ديجا عندنا كنور ديال الحوت والملحه وصوص الصوجا باش ما نكثروش حتى في الاخير ونذوقوا ونشوفوا واش كيتحتاج اننا نزيدوا مليحه. صافي كيف قلت لكم ملحه، البزار، سكينجبير وصوص الصوجا. وكذلك انا هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الصوص حاره، تقدروا تستغناو عليها الا ما كانش كيعجبكم الحار. انا حيت كيعجبني ما درت واحد شويه. صافي وكنخلطوا هاد العناصر مزيان مزيان هكذا، ومن بعد كنضيف عليهم الماء طايب وتنخليهم حتى تنحسوا بان هذاك الكروفيت والشامبينيون طابوا لينا. هنا من بعد ما كنكون طابلينا الكروفيت كنضيفوا الشعريه الصينيه، اكيد كنقطعوها قطع، نقطعوها بالمقص باش ما تكونش طويله بزاف. وحتى الشامبينيون
الاسود غادي نضيفو هنايا ونقطعوه حتى هو. انا راه ما قطعتش كلشي جاني شامبينيون كبير وما كنتش ظانه بانه غادي يتنفخ قد هكاك. ما عرفتش شنو قال لي راسي. صافي كنضيفوا هاد العناصر مع بعضياتها وكنخليها تغلى عاوتاني واحد شويه، ومن بعد عاد غادي نضيفوا الخليط اللي غادي يعقد لينا شويه هاد الشوربه هادي. اخر غادي نضيف 2 معالق كبار ديال النشا مخلطين مع شويه د الماء، تقريبا واحد نص كاس هكا ديال الماء، وغادي نضيفوه على الشوربه ديالنا ونخليوها حتى تعقد واحد شويه. وكل واحد على حسب على حسب درجه واش كيبغيها ثقيله بزاف او لا خفيفه. كل واحد راه كل وحده وعينا ميزانها تتشوف. وهنايا غادي نضيف في الاخير شويه ديال الربيع هكذا باش يعطي واحد النسيمه زوينه، وتنخليو لاصوب ديالنا كتغلى شويه. هذه الطريقه ديالها سهله دغيا تتوجد صراحه، ما كتاخذش وقت طويل. نتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتعطيوني الراي ديالكم فيه. واكيد اللي عجبته لا فيديو ما ينساش انه يخلي ليا واحد اللايك وواحد الكومونتير، وعلاش لا يبارطاجي لا فيديو مع احبابه وصحابه. وخليتكم على خير حتى نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم، سلامه.